السلام عليكم وأهلا بكم في قناة أميرة الديكور. اليوم حبيت نخصص هذا الفيديو لعشاق التمييز والعصرنة، ونشوفوا مع بعض تشكيلة من أرقى صالونات المودرن اللي راهم طوندونس في 2026. جمعت لكم هذا الصور بعناية باش نمد لكم أفكار وتنسيقات تغيروا بيها جو بيوتكم وتدخلوا عليها لمسة من السكينة والجمال. لاحظوا معي في هذه الموديلات العصرية كيفاش راه يغطي عليها اللون الرمادي والبيك والدرجات الترابية. هاد الألوان ما تروحش موضتها أبدا وتمد وسع كبير للغرفة. الديكور العصري ماشي غير أثاث، هو فن اختيار الألوان اللي تريح العين. ركزوا في الصور على تناسق لون الحائط مع لون الكنبة، كيفاش لمسة الخشب الطبيعي تمد دفء ومظهر فخم للصالون. من أسرار نجاح الصالون المودرن هي الإضاءة والوسائل. شوفوا كيفاش نمخات صغيرة بألوان جريئة مثل الأخضر الغامق أو البرتقالي المحروق تكسر الروتين وتمد حيوية للمكان والستائر. دايما خلوها بسيطة وبلون واحد باش تبقى الهيبة كاملة للصالون. راني كتبت لكم تحت كل صورة نصيحة بسيطة باش تعاونكم في التنسيق، ونتمنى هذه اللمسات تنال إعجابكم. وما ننساوش أهمية التفاصيل الصغيرة اللي تصنع الفرق الكبير. شوفوا معايا هاد الفازات والشموع العصرية كيفاش تمد روح للمكان في الصالون المودرن. القاعدة تقول الأقل هو الأكثر، يعني زوج قطع فنية تكون مميزة أحسن من كثرة الأشياء اللي تضيق العين. لاحظوا كيفاش السجاد الزرابي بلون واحد وتصاميم هندسية بسيطة تجمع أركان الصالون وتخليه يبان واحدة متناسقة. السر في فخامة الديكور المودرن هو التناسق بين ملمس القماش ونعومة الألوان الحيادية. الصالون العصري هو فن الجمع بين القطع البسيطة والإضاءة اللي تمد هيبة للمكان. اختيار الستائر الخفيفة يسمح بمرور الضوء ويخلي الصالون يشرح الصدر. وفي ختام جولتنا لنهار اليوم نتمنى تكونوا اديتوا أفكار تلهمكم في ترتيب صالوناتكم. تذكروا دايما باللي أجمل ديكور هو اللي تحسوا فيه بالراحة النفسية والسكينة. إذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تنسوش تشجعوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلكم كل لمسات أميرة الديكور. قولوا لي في التعليقات واش هو اللون المفضل عندكم في الصالون. تهلاو في رواحكم وفي أمان الله. إلى اللقاء، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.